السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ واش كتعاودوا كلشي مزيان؟ ايوا تنتمنى يا ربي نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الاكله، ماشي اكله، هي بيتزا تتجي بنينه ولذيذه بشكل مختلف، بلا عجينه بلا والو. ندوزو المكونات، بسم الله على بركه الله. عندي هنا كما كتشوفوا معايا الخضره يعني عندي غير خيزو وقريعه، عندي واحد جوج خيزويات، واحد 3 القريعات خضرين، واحد البصيله، واحد الفليفله خضراء، واحد مزيوده هكا حاره. لا عندكم نتوما الفلافل يعني في الالوان ديروها، تقدروا ديروها. انا ما عنديش هادشي متوفر عندي شويه ديال الكفته، عندي جبن يعني فرماج احمر، عندي واحد 4 البيضات، عندي واحد المعلقه كبيره ديال طماطم موركازا طيشه ديال الحك، شويه ديال الربيع ومليحه وبزار وزيت المائده. هادو هما المكونات اللي عندنا. غندوزو دابا بسم الله، غندوزو باش نحكو هذيك خيزو وديك القريعه ديالنا. غناخدو حكاكه، غناخدو ديك العيون الكبارين غنحكوها على شكل طولي باش تعطينا خويطات. المهم غنحكو، حنا دابا حكينا خيزو، حكينا ديك القرعه. بالنسبه للبصله شلطتها صافي. غناخدو دابا واحد المقله وغندير فيها شويه ديال الزيت باش غندوز باش غنشحر هذوك المكونات. اول حاجه غنضيفو هي البصله، نضيفو البصله نحطو فوق النار، غنشحروها، نبقاو نحركو هكا حتى تهبط لينا، حتى تدبال، تحمر لنا واحد شويه غير شويه. المهم نبقى نحركو فيها باش ما تحرقش لينا. صافي دابا هي ملي تحمرت لينا ودبالت صافي، دابا غنضيفو ليها داك خيزو ديالنا او الجزر، ونحركو حتى هما، نحركوهم. نحركو واحد شويه باش ما تحرقش لينا المكونات ديالنا. من بعد غندوزو دابا غنضيفو ديك القريعه الخضراء حتى هي، نحركو باش نسجموا العناصر. دابا غندوزو نديرو ديك الفلفله حتى هي اللي قطعتها هكاك شرائح رقيقه على هذا الشكل طولي، حتى هي غنضيفها. مع التحرك باش ما يتحرقوش لينا ديك الخضيره ديالنا. وغنزيد الربيع والملحه والبزار ونحركو العناصر جميعا باش ما يتحرقش لينا. صافي تطيب لينا. دابا هي هذيك الحشوه ديالنا هي طابت خضيره، نحيدوها وغنديروها في واحد هكا واحد الاناء تتبرد باش تبرد لينا. هنايا خليوها على جانب. دابا باش في نفس المقله غنديرو
شويه ديال زيت المائده نديروها فوق النار، وغندير ديك الكفته نشحروها حتى هي. نديرو شويه ديال الملحه، شويه الابزار، صافي نشحروها تطيب لينا مزيان. الكبسه راه دغيا دغيا تطيب، ما تاخذش الوقت. من بعد غندوزو غناخدو ديك 4 البيضات، غنطربوهم بالشوكه اولا بفرشيطه. صافي وغنضيفوها هذيك الخضيره اللي شحرنا. نحركوا الجميع العناصر. باش ينسجموا لينا وتقلن داك البيض. صافي من بعد دابا غناخذوا واحد المقله شويه متوسطه اللي غتقدني لديك الحشوه. غنضيفوا لها واحد شويه ديال زيت المائده باش ما تلصقش ليا. دابا غنخويو فيها هذيك الخليط اللي درنا، كتجينا بحال شي اومليت ديال البيض اولا بحال معقوده. ناخذ واحد الملعقه ونبقاو نقادوها في المقله باش تجي متساويه، ما تجيناش جهه غليظه وجهه رقيقه، تجينا متساويه. صافي من بعد غنديروها فوق النار، غنديروها في عافيه مهيله، نشعلوا عليها النار مهيله، تكون مهيله شويه باش تحمر لينا من التحت وتنشف لينا شويه من الفوق، ما تبقاش هكاك جايه. هانتوما كما كتشوفوا معايا دابا بدات كطيب وكتنشف. كنحاولوا نديروها من الجوانب باش ملي نقلبوها تجينا سهله. ما نقلبوهاش وهي باقا جاريه من الفوق، نحاولوا بدات كتقبط راسها شويه باش ما تلصقش لنا في الطبسيل اولا في باش غنقلبوها كما كتشوفوا معايا. هانتوما ها هي دابا يا صافي طابت، غناخذها غنحاول باش نقلبها في الطبسيل غير بشويه باش عاود نردها طيب على الجهه الاخرى. هانتوما كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، وغنعاود نردها في المقله. تحمرت معايا واحد شويه صافي. هي دابا غنديرها فوق دابا قبل ما نديرها فوق النار باش غنعمرها من الفوقه باش تجينا على شكل بيتزا. غناخذ واحد شويه ديال الطماطم مركزه غير شويه باش ما نكثرش، غير باش غتلصق ليا ديك الكفته وهذيك المكونات اللي غندير من الفوق باش يلصقوا ليا. صافي غندهنها واحد الدهنه خفيفه من الفوق. ما غتجينيش مطيشه الا حكيتها
ولا لا عندكم نتوما الصوص لا بغيتو ديروا الصوص ديال المطيشه العاديه تقدروا طيبوها ودهنوها. انا بغيت ندير غير مطيشه الحك هكا سهله. صافي غناخذ واحد شويه ديال داك الفرماج اللي عندي حكيته، غنديرو بحال هكا من الفوقه، من الوجه ديالها من الفوق واحد شويه. من بعد غناخذ ديك الكفيته حتى هي غنستفها بحال هكا من فوق الفرماج. كلشي تبارك الله النساء تيعرفوا يصايبوا البيتزا على طريقه ديال البيتزا. من بعد ما كنكملوا هاد هكا كفته غندوزو غناخدو حتى هي الفلفله حتى هي. نعاود المزيود اللي قطعته دوائر، الفلفله الخضراء انا قطعتها شرائح رقيقه، والزيتون عندي هذاك الاسود غنستفها هكا من الفوق. صافي المهم نستفوا ديك المكونات ديالنا من الفوق هكا. من بعد غناخذ واحد شويه ديال الزعتر عندي مطحون، كنضيفو من الفوق هكا واحد الرشيشات شويه من الفوق. انا كناخذو كنطحنو تنديرو البيتزا هكا ولا الدجاج، كيجي رائع وبنين، كيعطي ديك النكهه ديال الزعتر كتجي بنينه. من بعد كناخذ الفرماج اللي بقى ليا غنديرو من الفوق. صافي نبقاو نكملوا هاد البيتزا ديالنا. من بعد دابا غندوزو باش نديروها فوق النار. ناخذوا واحد الغطايه هكا غطاء باش نغطيوها، واحد الغطاء وغنغطيوها ونخليوها عافيه مهيله، النار مهيله باش تحمر لينا من التحت، ونفس الوقت داك الفرماج ديالنا غيذوب لان المكونات كلهم طيبين. يعني غير الفرماج خاصو يذوب ومن التحت باقي واحد شويه خاصها تحمر وصافي. من بعدها هي البيتزا ديالنا وجدات كما كتشوفوا معايا، كتجي رائعه وما نقولش لكم اللذه ديالها كي كتجي وجبه متكامله، يعني الخضيره والبيض والفرماج والكفته، يعني رائعه. تعطيوها لوليداتكم هكا تعجبهم يعني. ومكونات ماشي شي حاجه فيها، يعني مكونات بسيطه. ندوز نقطعها نوريكم كتجي زوينه بنينه. هانتوما كما كتشوفوا معايا غنقطعها. الا جربتوها غتوليو ديروها دائما، توليو مدمنين عليها لان فيها واحد المذاق ما نقولش لكم رائع جدا. ها هي كما كتشوفوا معايا كي تجي. الا كانوا افراد العائله كثار تقدروا تدوبلوا لهذه الحشوه وتدوبلوا المقادير وتعطيكم اكثر من هذه اللي درت انا. ايوا تنتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوناش من لي كومونتير ومن لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.